السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الزلف اللون مرحبا يسون. هنا كما راكم تشوفوا جبت لكم وصفه رائعه، وصفه ناجحه تاع السفنج راكم تشوفوا فيه ولا الخفاف. شوفوا ما شاء الله كيفاش يجي منبل، الله الله يجي خفيف واحد تقرميشه فيه. حنديروه بدون خلاط كهربائي، يعني ما نيتيليزيو ني بلاندر ني اشواغ ني غيان دو تو. حنخدموه بملعقه، حنديروه بالسميد والفرينه. يجي ولا اروع. شوف كيفاش يجي مدور. نعطيكم جميع الاسرار نتاع هاد السفنج سورتو المبتدئات، وحنوري لكم كيفاش نشكلوا هاد السفنج باش يجينا مدور هكذايا. شوفوا لا كولور. هنا بيان سور خلوكم اخر الفيديو. هنا نبداو بسم الله في المقادير. انا في الريسيبيون ديالي حطيت كاس تاع سميد يكون رقيق بزاف. هاد الكاس تاع 220 مليلتر وزنته بكاس ونص تاع الماء يكون دافي باش يعاون الخميره ديالكم تفعل فاسيلمون. زدت ملعقه تاع السكر، ملعقه مسوحه كبيره تاع خميره الخبز. هنا باسكو كان الحال شويه بارد عندي. نتوما الا كان الحال بيان سور سخون نقصوا شويه خميره باش ما تجيكمش الريحه تاع الخميره. هنا راني نخلط غير بملعقه، راكم تشوفوا نخدم غير بملعقه. خلطت هكا حوالي دقيقه وانا نخدم في هذا الماء والسميد والمكونات الاخرين. بعد ما كملت غطيته بكان طورشون هكا، خليته في بلاصه تكون دافيه شويه. خليت الخميره تفعل حوالي 10 دقائق. شوفوا كيفاش يولي القوام ديالها وكيفاش تجي لا كولور، يعني يبيض هذا الخليط، تحسوا لك شغل تعجن. هنا نجيبوا كاس تاع الفرينه وندخلوا غير ملعقه بدايه الامر. طونك الخليط ديالكم مازال سائل، يعني تقدروا تخدموا ملعقه. كي تحسوا القوام تاع العجينه بدات تتقال تستخدموا يديكم ولا ديروه في بيتران كيما تحبوا، خدكم ما يسحقش يتعجن. هنا نحيت راني نخدم بيدي. انا الكميه هذه خدت لي حوالي 3 كيسان تاع الفرينه، يعني كان عندي كاس سميد وثلاثه تاع الفرينه. نتوما حسب الحاجه. كيما شفتوني هنايا زدت شويه ماء. الا حسيتوا بلي الجوانب مازالهم يتلاصق يعني مازال فيهم فرينه، زيدوا شويه ماء باش تنحوا هذوك لي غاست اللي يكونوا في الحواف. شوفوا القوام تاع العجينه كيفاش يجي. هنا ما لازمش تنشفوا العجينه ديالكم، لازم تجيكم طريه وتتلاصق في اليدين باش نقدروا نخدموها. انا هنا خدمتها حوالي دقيقه هكا، غير نعجن ونطلع يدي الفوق ونهبطها باش نهوي العجينه. بهذه الطريقه حندخلوا الهواء في لاباط ديالكم. هذا هو سر نجاح السفنج، يجيكم منبل الله الله، يجيكم خفيف. هنا بعد ما كملت نقيت بيان سور لو سالادين، حيت كاع هذوك الجوانب نقيتو. وهنايا جبت كميه تاع الزيت في يدي، دهنتها غير بالزيت ودهنت شويه لاباط هاديه باش ما تلاصق. خليت العجينه ديالي خليتها وغطيت عليها واختمرت في مكان يكون دافي شويه. شوفوا هنايا بعد ما وجدت، هنا خدت لي حوالي 20 25 دقيقه حسب الحال اللي تكونوا فيه. انا جبت ملعقه صغيره تاع الملح، زدت عليها حوالي ملعقه تاع الماء، يعني قسمه برك ندوب هذاك الملح وندخلو في هذا العجين. بهذه الطريقه ما تخافوش، يعني ديغازيوه عادي، خرجوا له كاع الهواء وسيو ودخلوا هذاك الملح. وعلى بهذه الطريقه يعني حينجح معكم ويجي ما شاء الله. سورتو كي ما ديروش الملح مع الاول او راح يساعدكم يعني تربحوا وقت الاختمار، يعني ما يطولش معكم. فوالا بهذه الطريقه انا كملت ونوجدت هنا سنيوه دهنتها بشويه زيت. وهنا ندير كريات تاع العجين، يعني نقرصوا العجينه هاديه نديروها اقراص يعني تاع لاباط. حبيتو ديروهم صغار ولا كبار لكم الاختيار نتوما، سورتو البنات الصغار دو بريفيرونس ديروهم صغار شويه باش يتعلموا منهم. هامليك بهذه الطريقه برك من نوري لكم في التفاصيل. راكم تشوفوا هنايا اشاك فوا يعني ندير ينبول ولا ندير كريه تاع العجين، نزيد ندهن يدي ولا نشمخ يدي بشويه ما باش ما تلصقش مع العجينه، ولا ديروا شويه زيت. فوالا بهذه الطريقه انا كملت لاباط هذيك اللي كانت عندي. وهنا وجدت كميه تكون لاباس بها تاع الزيت في مقلاة. حبيتو تقلو في مقلاة. الى عندكم حاجه تكون عاليه شويه كومي كاسخون، يعني قيس السفنج ديالكم حيعاونكم في التشكيل وباش يتنفخ معكم السفنج يجي هايل. هنا كي سخنتو يكون بيان سور النار متوسطه. انا كان شويه زيت ماشي سخون، سي بور سا ما ينتفخش معايا تو سويت، بصح خليت لكم التفاصيل.
بيان سور كي ديروا هاد السفنج ما تضرموش عليه الزيت توتشويت، خليوه يطيب شويه. كي يبدا يكون فيه ديبول هكذا تشوفوا مبابل، هنا تبداو تضرموا عليه الزيت باش ينتفخ. هنا راني زدت معكم واحده اخرى باش تشوفوا التفاصيل. يعني هنا كي نجبدوا السفنج دو بريفيرونس تسيو تجبدوه من الوسط، تبداو من الوسط وتخلوا الجوانب خشينه باش يجيكم هكذايا، يجيكم بومبي في الوسط، يدير هاد القبه هاديه. وكي تحسوا باللي هنايا او بدا يدير مبابل، في هاد المرحله تسيو ديروا عليه الزيت باش يزيد ينتفخ، ونخليوه يطيب على غرضو. كي يطيب لكم على وجه واحد نقلبوه ونديروه على الوجه الثاني باش يطيب. هاوليك كيفاش يطيب، راكم تشوفوا فيه ما شاء الله واحد لا كولور ياخذها. فوالا انا نكمل بهذه الطريقه كاع لاباط اللي كاين عندي، ونخلوكم تشوفوا يعني التفاصيل. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه، واكيد تعجبكم وتجربوها وتدعوا لي سورتو. شوفوا كيفاش يجي، الله الله صدقوني وصفه ولا اروع. ما يجيش هكذاك يعني اونك خدمته غير بفرينه وحده. هنايا تحسوا بالنت سميد ويجي ليجي، يجي خير، يجي فيه واحده تقرميشه لمده طويله ما شاء الله. هاوليك انا بعد ما كملته كيفاش يجي، حطيته في صحن تقديم هكذايا. صدقوني ما عتبني ما والو، يعني ما تحبه ما تقطعت لاباط، يعني تاخد واحد يعني كما يقولوا تاخد الراي تنجبد وديري مسمن. فوالا هذه هي الوصفه تاع اليوم اللي كانت سفنج ولا خفاف بواحد الطريقه هايله. كم شفتوا طريقه ما فيها ني دلك ني عجن ني تعب ني غيان دوتو، ما فيهاش زعما ان بلندر ولا هاد الحوايج اللي نسحقهم في الكوزينه. كان بزاف اللي يعانيو هاد الشيء، ما عندهم ني بيتخا ني ان بلندر ني غيان دوتو. دونك بهذه الطريقه تقدروا تخدموا ما تعزوش عليه. نتمنى يعني تجربوا هاد الوصفه، اكيد تعجبكم. ما تنسونيش بدعواتكم، سورتو تاني لو لايك ما تنسونيش باش تدعموني، والتعليق شباب ولا نقطه الا ما كتبتوش كاع تعليق خلوا لي نقطه باش نعرف بلي شفتوا لا فيديو وحضرتوه وخليتوا لي يعني ان بوين ولا كلكي شوز. فوالا انا ما ليا غير نقول لكم تهلاو في روحكم، الى فيديو واحد اخر ان شاء الله، الى الملتقى ان شاء الله. سلام ارثم ليلي.